ايوه. يا ابو دول سليم، انا كان بينشروا عندي الجريمه. سؤال مأجله من البدايه وما ردتش عليا فيه، بعد اذنك. دلوقتي اتفضل. انا ليا اصحابي في السعوديه بيتكلموا ان هم بيشوفوا في ناحيه السفاره اللي في الرياض والقنصليه تقريبا اللي في جده، بيقول لي بقى السودانيين اكتر من المصريين اللي بيزوروا القنصليه. فهل ده صحيح؟ لان انا سمعت ان في ناس كتير عندك في السعوديه بينزلوا اهليهم لمصر، ويبقى هو شغال هناك بمرتب مثلا 2000 3000، يبعت ايوه، لاهله ايوه، يعيشهم هناك لانه ما بيدفعش ايوه، مقابل مالي ولا اي حاجه من اللي انا سامعه ده. ويبقى ايوه. هو بس بطوله مع صاحب العمل. كأن مصر بقت زي ما نقول ايه كده، زي مش عارفه يعني، عايز اجيب لها اسم ملجأ، كويس. بقت تكيه. ايوه. منهم يعني ناس طلعوا لنا هنا، خلي بالك يا تكية. امباير، منهم هل ناس الكلام ده طلعوا لنا صح؟ هنا، منهم ناس طلعوا لنا في لايفاتنا ايوه وقال صح، ان انا بسيب اهلي في مصر. ايوه صح، علشان ما بيأمنوش يسيبوهم هناك. يا ابو عشان سليم، ما عندهمش المقدره ان يدفعوا فلوس المقابل، صح؟ يا ابو سليم، انا لا، ساكن هو في حته. هو كأن مصر هو بقت هو رخيصه. اهله مش مستأمن عليهم في بلده، ومش عارف ايوه يا عم. يجيبهم هنا عشان القيمة المالية عالية، ياخدهم يحطهم في مصر ويجي هو امم على هنا، وينزل اجازته على مصر اصل ويجي على هنا تاني. اصل واحد صاحبي قال لي ان الستات بالذات ما لهمش فيزا، يعني من اول زمان كان ما فيش فيزا، بعد كده خلوها من 16 ل 50 سنه لازم بفيزا، ما يا عدا عم احنا الستات بيروحوا حكومتنا، يا بدون عم احنا فيزا. حكومتنا حكومه هبله، احنا حكومتنا حكومه هبله. لا لا والله محكومه هبله، بس فاهم على بيتهيألي يعني ان هي مش شايفه حاجه من اللي بيحصل على ارض الواقع ده. لا، لازم تشوف الكلام ده كله عشان تبتدي تتعامل صح. تشوف احنا لازم بنتعامل يكون في مطالبة يا شعبية يا جدعان، اخوانا. احنا كمغتربين بنتعامل ازاي بره؟ نتعامل بالمثل يا عم. ايه يا عم، في ايه؟ انا مال انا يا اصل عم؟ عايز انت اقول لك حاجه، جاري انا ولا نيله ببص على لها دايما. ولا نيله؟ انت تاخد من بص يا اكل وخير رجاله. بلدي ليه؟ تتعالج بعلاجي صح، ليه؟ انا عايز. اصل تاخد انا ملاحظ تستعمل حاجه يا مدرسه ابني رجاله وتزاحم انه ابني في مدرسته ليه؟ ايه اللي يخليك تزاحم ابني في مدرسه؟ يا ابو سليم ثواني يا الكلام جدعان. ده. اقسم بالله يا ابو سليم، انا ساكن في منطقه قسما بالله ما فيها تيك توك. توك توك ده ولا التوك توك اللي بيركبوه ده، اقسم بالله الركسه. مم. قسما بايات الله اللي عملوا الخرا ودخلوا التيك توك دوت في الشارع او في المنطقه اللي انا ساكن فيها كلهم مم. سودانيين. قسما بالله كلهم بيشتغلوا بالزفت ده، وكل الموضوع سرقه وقله ادب وسفاله وكميه وساخه الواحد بيشوفها. عمر الواحد ما شافها في حياته في المنطقه اللي انا ساكن فيها دي. انا ساكن في مصر الجديده، ما فيهاش حاجه اسمها تيك توك على فكره خالص. توك توك. توك توك ده ولا اسمه توك توك. من له اللازم ويمشي، لو متعور حصل بتخيط وما بيدفعش حصل فلوس. حصل. ليه؟ طب ما الله هو يلعن الخيط ابوها اللي هو الاتفاقيه اللي بيننا وبينهم. الخيط ملوش علاقه دي لا مش لا، الاتفاقيات دي اصلا، مالهاش دي ملهاش علاقه علاقه بالاتفاقيه. ده غير بالاتفاقيات. الاتفاقية يا شرقاوي. الخيط اللي هو بيتخيط بيه ده انا اولى بيه، مش هو. انا ما شفتش سوداني دخل مستشفى وقالوا له والله معلش اصل ما فيش شاش، لكن ده بيحصل مع المصري. تمام. ممكن ليه؟ اقول كلمتين؟ ما ممكن هو اقول ما هو كلمتين؟ ما هو ممكن. عدد مش قليل عامل م- حمل عليك، ان كان في ماشي صح. تعليم ولا في صحه ولا في مدرسه يا راجل ده في مدارس من بابها، مدارس من بابها سودانيين من بابها، يعني تخش المدرسه تلاقي كل الفصول سودانيين. صحيح. ايه ده؟ وانا ابني ليه يتربى جنب واحد سوداني في مدرسه؟ ليه؟ ليه نقول له بقى انا عارف السوداني اللي جنبه ده دماغه عامله ازاي ولا ماشيه ازاي؟ صديق بتشوف طلع رسول الله كل يوم عاملين مشاكل وخناقات ووجع دماغ في كل حته في مصر. طب وعلى ايه يا عم؟ الله الغني يا عم. بدون صح، صلى على رسول بدون الله بس بقى. ما صلى على اقطعك.